بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جايه لكم فيديو صغير كده وبسيط وجميل، بس فعلا حاجه حلوه قوي. النهارده هنعمل مع بعض الشعريه باللبن بطريقه سهله جدا جدا واقتصاديه بجد يا جماعه. يعني بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها حلو جدا، وبقى بطعمها انا عامله تريكات كده في الفيديو بتاعي. يا سلام! لو عايزين تشوفوا الفيديو بتاعي البسيط الجميل دوت، ما تنسوش تخشوا تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناه. ويلا بينا نشوف انا ازاي عملت الشعريه باللبن التحفه ديت. يلا بينا. عشان اعمل الشعريه باللبن بتاعتي انا جايبه حله، هحط فيها معلقتين زبده حلوين كده كبار. بصوا، طبعا الشعريه باللبن ديت من الاكلات المفضله في العشاء، يعني في الشتاء ده اكله شتويه مية مية. انا هنا حطيت السمنه، هجيب بقى الشعريه الكميه اللي احنا محتاجينها، بس ما نكترش قوي عشان المقدار ده بيرمي. يعني ايه بيرمي؟ يعني بيعمل كميه حلوه. ماشي، انا احط مثلا كوبايه شعريه. انا حطيت كوبايه شعريه اهوت، هجني احمر. شايفين هحمر ازاي؟ انا مش هحرقها، انا هخليها تاخد اللون الذهبي. يلا يا جماعه، اللي لسه ما اشتركش معايا يخش يعمل لي اشتراك ولايك. فعلا فعلا يعني انا محتاجه ادعمكم قوي قوي. يلا احنا هو بنحمر الشعريه، هجي نحمر فيها لغايه ما تاخد اللون الذهبي. انا كده حمرت الشعريه، بصوا اللون جميل ازاي، ما نغمقش عن كده يا جماعه. شايفين اللون حلو ازاي؟ انا بقى هعمل هنا قبل ما احط عليها اللبن حاجه جميله جدا. هحط نص كوبايه من الميه. اللي يقول لي تحط نص كوبايه من الميه، شايفين؟ بس كده، واسيب زي دوبك بس كده ان الشعريه تطرى شويه. انا مش هسويها في الميه، انا بس بحط بديها نص كوبايه ميه كده تتشرب منها بس كده. شايفين؟ يا دوبك بس كده، حتى انا مش هفصل الفيديو ان الشعريه بس تشرب كده الميه. شايفين؟ جميل. شايفين؟ خلاص هي شربتها ثانيتين وبتشربها. انا بقى هنا جايبه الحليب بتاعي جميل ده، اضيف عليها بقى حبه حليب كده اهو. شايفين النزل دوت وش اللبن بتاعي؟ يا سلام! شايفين اهو، بس كده. وديت كانت الشعريه باللبن بتاعتي. ولا بقى تقولي محلات ولا تقولي حاجه. انا اعرف محلات بتبيع الطبق غالي جدا على فكره. في محلات بتبيع شعريه بلبن على فكره عادي يعني. شايفين؟ انا بقى كل اللي هعمله هجيب السكر بتاعي، هسكرها حسب مزاجك انتي. 2 3 4، قولي 5 معالق كده، واشوف لو محتاجه تاني احط. اهي كل اللي انا هعمله ان انا هغطي عليها لغايه ما الشعريه تستوي، وهوريكم شكلها بعد ما تستوي عامله ازاي. انا كده بقى عندي بالنسبه لي الشعريه بقت مية مية، استوت وبقت جميله. قبل ما هطفي عليها احط بقى تغير طعمها وتغير كده. هعمل عندي شويه جوز الهند. بصوا حبه كده، معلقتين بايدي كده اهوت احطهم، تاخد بس غلوه واحده واطفي عليها. بصوا بقى يا جماعه، مش قادره اوصف لكم بيبقى عامل ازاي. بيبقى بقى ريحه اللبن بالشعريه بتاخد طعم تاني خالص. شايفين؟ يعني حتى انت لو ملاحظين لما حطيت الشعريه جوز الهند اللبن فار. ليه بقى؟ عشان كده انا اكن عملته حليب جوز الهند بس كده واطفي عليه. شايفين؟ يبقى انا كده عملت الشعريه باللبن بتاعتي. هعمل انا جايبه مجات، هقوم صبه فيها الشعريه بلبن بتوعي.
انا كده خلصت وصبيت الشعريه بتاعتي باللبن. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، شكلها جميل ازاي، حلو قوي. انا بقى هنا هعمل حاجه، اللي بيحب القرفه هيقوم هيجيب هنا رشه قرفه بطرف المعلقه كده اهوت، ويحطها بس كده. ده اللي بيحب القرفه. انا بس اللي بحب القرفه، فبحط على كوبايتي بس القرفه. بقيه الكوبايات او الموجات مش هحط عليها حاجه، عشان انا عيالي ما بيحبوش القرفه. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، فيديو كده بسيط كده وصغير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.